وبركاته. فيديو جديد من قناة ملوك ساد على اليوتيوب. النهارده معانا فيديو جديد، والنهارده هنتكلم عن تردد قنوات الكويت سبورت على القمر نايل ساد والقمر عرب ساد. طبعا احنا عارفين ان قنوات الكويت موجودة على قمرين فقط. طبعا موجودة اولا على القمر نايل ساد 7 درجات غرب، والقمر عرب ساد وده قمر اخر غير قنوات النايل ساد في مدار تاني 26 درجة شرق. طبعا قنوات الكويت تعمل على القمرين نايل ساد وعرب ساد. اولا قنوات الكويت ديت من القنوات المهمة حاليا. هنتكلم عن تردد القناة. طبعا اهم حاجة علشان تقدر تشاهد تردد قنوات الكويت لازم يكون عندك جهاز اتش دي. طيب الناس اللي عندها جهاز اس دي العادي مش هتقدر تستقبل اشارة على التردد ده على القمر نايل ساد او عرب ساد، تمام؟ لان تردد قنوات الكويت بيحتاج الى صفر اتش دي فقط. طيب تردد الباقة على قمر نايل ساد الكويت سبورت 7 درجات غرب، تردد هو تردد 11054 11054 27500. والاستقطاب هيكون رأسي اللي هي حرف الفي. طبعا التردد ده محتاج ضبط كويس من الطبق علشان تقدر تستقبل إشارة التردد ده بدون أي مشاكل. طبعا إشارة تستقبل على طبق 60 70، أهم حاجة الضبط. طيب تردد تاني على النايل سات 11054 عمودي اللي هي حرف الفي فيرتيكال 27500. ده بالنسبة لقمر نايل سات. أما على القمر عرب ساد طبعا الباقة أيضا موجودة على القمر عرب ساد على تردد 12523، برضه بتحتاج لصفر اتش دي علشان تقدر تنزل برضه تردد قنوات الكويت سبورت على قمر عرب ساد. ولكن الإشارة على قمر عرب ساد عالية جدا، تقدر تستقبلها بكل سهولة، ولكن برضه لابد من جهاز اتش دي. هنقول التردد اللي هو 12523، أفقي 27500، والأفقي اللي هي حرف الاتش. يبقى كان على النايل سات 11054 رأسي اللي هي عمودي حرف الفي 27500. أما على قمر عرب سات فالتردد هو 12523 أفقي مع معدل ترميز 27500. وفي كلا الحالتين لازم يكون عندك جهاز اتش دي. طبعا دي كانت ترددات قنوات الكويت. القنوات دي موجودة فقط على القمرين دول عرب سات ونايل سات. دي كانت ترددات قنوات الكويت الرياضية أو الكويت سبورت. طبعا في قناة الكويت سبورت 1 والكويت بلس. في النهاية الناس بقى ما تنساش تعمل لايك واشتراك في قناة ملوك ساد.